ده في ناس المدير معينها مخصوص عشان خاطر الموضوع ده. لازم في كل مصلحة حكومية دي تلاقي عصفورة في المكان. ان ما كانش الموظف العصفورة ده موجود المكان ما يمشيش يا اخويا. اما العصفورة دي ما حد عارفها مؤنث ولا مذكر ماشية مع الاتنين، تبقى داخلة المكان يا اخويا حاطلك سمن بلدي على شعرها ومسيحاه ونظام جملك على وشها عشان تعجب المدير يا اخويا. ما لازم العصافير يكون شكلهم حلو شوية عشان يعجبوا المدير. بيتكون يا اخويا الدم بتاعها من كرات دم حمراء وكرات دم سوداء. ما بعيد عنك ما عندهاش كرات دم بيضة خالص. دي جت الدنيا براس عصفورة ومنجرها محشور في كل حاجة. دي اتولدت ما جالتش وقواء، دي اتولدت تصوصو يا اخويا. تبقى قاعدة يا اخويا في وسط زمايلها قاعدين يحكوا، واول ما تيجي سيرة المدير تروح مطرطرة ودانها. ما بتطلع تحكي له يا اخويا على طول. ما بتستناش، بتاخد بنط يا اخويا زيادة عند المدير. ما تحكلوش ليه يا اخويا طيب؟ واكتر ناس يا اخي بتبقى مظلومه اللي لسه جايه الشغل جديد، ما بتكونش لسه عارفه العصفوره فين بالظبط، وممكن تروح محكيه معاها اي حاجه. نظام عصفر اكتر تترجى بسرعه. دي حاسه السمع عندها خارقه يا اخويا. انا الله اعلم، انا حاسس ان هي من اسباب اكتشاف وحده قياس الصوت. مركبه فلتر يا اخي في ودانها، مركبه نظام فلتر ياخدوا الكلام الحلو ويروح مطلعه بره ويدخل الكلام الوحش. ما يقولش الحلو، يروح يقول الوحش بس. واول ما الذاكره بتاعتها تتملي تقعد تاكل في نفسها. ما هي عايزه تفضي الفراشه يا اخويا عشان تملاها تاني. حربايه يا اخي في المكان يا اخي، اذا كانت ست ولا راجل. حربايه موجوده في المكان وقاعده تحشكل في الدنيا. في ناس المدير معينها مخصوص عشان خاطر الموضوع ده. طب ابقى وريني كده بعد المدير ما يتنقل ويروح اي مكان، ابقى وريني مين من زمايلك هيحبك. ويجي المدير في الاخر ويقول ايه؟ يا عصفور يا معصفر يا مستعصفر ما تستعصفر لنا خبرين حلوين.